voici le top 10 des poissons d'avril les plus vaches et les plus pourraves. Numéro 10. اسمه تعموا لباس تعذيب اليوسفين سمح او الصمت يعني اليوسفين انا ما نعرفهمش. شنو علاقة هذا بسي الباجي قايد سبسي؟ الباجي قايد سبسي كان مسؤول كبير في الحكومة اللي عملت صباط الظلام، تحب تعرف شنو هي المجزرة؟ إذا كان فما مجزرة مجزرة صباط الظلام اللي عملها النظام البورقيبي ضد الحركة اليوسفية، وهذيك ما ماتتش راهو قعدت في ذاكرة التوانسة، خاطر سي الباجي في 22 أكتوبر 2011 قبل بنهار من الانتخابات يهبط مرسوم يقول فيه جرائم التعذيب تسقط بالتقادم بعد 15 سنة، بحيث هو مش معني بجرائم التعذيب. علاش؟ على خاطر عديد اليوسفيين يعرف اللي في 61 بعد الانقلاب مباشرة محاولة الانقلاب الازهر الشرايطي كان هو مدير الامن وعديد التوانسه بما فيها في مؤسسه التسميمي اللي تحفظ الذاكره الوطنيه قدموا عديد الشهادات. حاول سي الباجي ونجم نقرا انا بالمناسبه عديد الشهادات حول القمع اللي تمارس من قبل سي الباجي قائد السبسي، وحكموهم على المحكمه العسكريه وسلم عليهم. انا شخصيا ما نعرفهمش. نرجع شويه شو نقول المفقرين التجمعيين، وانا عمري ما خذيت بطاقه عنده ولا في حزب الدستور ولا في التجمع. اللي يعرف السوسيولوجي نتاع البلاد هذه يهبط البوزيد والتاله والقصرين والناس اللي ثارت. مفقرو التجمع هم اللي ثاروا وما دافعوش على حزب لاخر لحظه. وفي الحقائق لازم تقال اللي قاموا بالثوره هما واللي خلاهم بن علي يهرب هما ثلاثه. Poisson d'avril. Vraiment cette semaine. ومن يقول ثم قناصة أنا قلت لهم علنيا من يعرف إنسان واحد يعني أنا أقول لك يقول لي أنا أولاد صغار مع ماتوا بالرصاص نتاع دولتهم. شي مصيبة كبرى هذه. Poisson d'avril. Mais dis-moi Arthur. وقلت لهم أنا شكون هو اللي عندي في التجمع؟ يعطيهم اسم اللي شارك في الواحد ما داماش تجمعين متوهينهم مو نهضة مش عندي أنا. هو ايش معناه التجمع هذا؟ التجمع الدستوري الديمقراطي هذاك اسمه اسم تجمع كما تقول حركة نداء تونس. التجمع اسمه التجمع الدستوري الديمقراطي اسمه هكا اسمه هكاك كلهم تساترة. هو الفرق ما بين الحزب الدستوري وحزب التجمع، اما التجمعين والتساترة كيف ما فماش فرق بيناتهم، ثم حتى فرق. في القياده ديجا في القياده نتاع نداء تونس ابار كنتي ثم سيراو في الخماسي كان عضو لجنه مركزيه زاده في التجمع في المانيا مش في تونس في المانيا. هو اليوم زاد من في القياده اي في القياده معروف في المكتب التنفيذي. كان تجمعي كبير ما ننكروش، كان يشارك في الحملات الرئاسيه في الحملات الانتخابيه في التمويل في مش في تونس في المانيا. اي في المانيا توانسه. اي صحيح صحيح. انا هو التجمعي اللي مقلق خاطر في وقت من الاوقات قلت لا انا كنت فعلا يعني سندت بن علي. Ah, celui-là, il est magnifique. هل ما زلتم متمسكين بحل أو باقتراح حل المجلس الوطني التأسيسي؟ من يقول هذا فهو على السودية أو أنه لم يفهم. لم نقل حل المجلس، احنا ما عندناش سلطة باش نحلوا المجلس. أنت قبليك قلت أن استقالة الحكومة أو ذهاب الحكومة لا يكفي، يجب أيضا هذا حسب ما فهمت حل المجلس التأسيسي. وفهمك صحيح. أنا لو عندي رأيي أنا هو كونه هذه الحكومة تقف. هذه الحكومة تمشي على روحها. والمجلس التأسيسي يقف. ونمشيو في حالة توافقية عريضة. وشكون باش يكتب الدستور؟ نعم. شكون باش يكتب الدستور؟ تو نشوفوا من بعد. La crise est finie. احنا مشينا بخطوات لا يستهان بها. أولا ساعة احنا تقريبا حققنا الاستقرار الأمني. لا قلت تقريبا. لا أنا أختلف معك، الناس يختلفون معك. في كل المناطق التي ذهبت إليها الناس تقول لي نحن لا نشعر بالأمن إلى الآن. في تالة الشرطة لم ترجع إلى تالة إلى اليوم منذ أن خرجت في 12 من يناير. ولهذا قلت تدريجي. Poisson d'avril. Luc. أنا ما عندي شوف السيد اللي يكلم فيه ما عندوش أصدقاء ولا عندوش أقارب، لا الراجل بنته ولا بنت خالته ما عنديش.
تراه يجيبوا اسم برك في اللي موجود اللي هو يقرب لي انا ولا عندي معه صله ما عنديش. البعض تفاجأ انه يلقى ولد الباجي قايد سبسي في الهيئه التنفيذيه لحزب نداء تونس. صحيح. الباجي حضر في وريث؟ لا ما عندوش، وانا ضد ساعه مشاركته هو. انما مشارك كيف غيره هو معناها مش محجر عليه. مازال ما ظهرش في الاعلام ولا تحت الاضواء، موجود في الحزب نتاعو وتكلموا عليه كنائب رئيس الحزب. لا هو العظمه كي تبدا في كرش الحنش انت ريتها عظمه ما كبرتهاش. شنو توصف فيه بالحنش؟ وفي الاخر مش يرشح ولده. نعم. في الاخر مش يرشح ولده. مش يرشح ولده؟ مالو شكون مش يرشح؟ منين جبت هذه سيتا؟ اسمع عندك معلومات ثابته انه سي الباجي باش يرشح ولده؟ خليك معلومات. دونك سي الباجي مش يلعب بيهم في الاخر باش يخرج ولده المرشح الرئاسي. منين جبت هالمعلومات؟ شنو هي مصادرك؟ ولا تحليل مجرد تحليل؟ البعرة تدل على البعير والاثر يدل على المسير. Poisson d'avril. Celui-là, il est terrible. اولا انتهاج طريقه التوافق. مشينا في تمشي توافقي. انا لاني نحب الوئام ونحب التوافق، كل شيء ما نعملوه الا بالتوافق. واذا كان فيكم شكون ما يقول لا يتفضل ما عندناش عيب، خاطر تراهموا فينا هو يحكم وحده. وانا امثالي انا لا يحكم معي حتى حد طالما انا موجود، هذه من صلاحياتي. وانا ما نقسمش صلاحيات مع اي كان، وانا ما دامني موجود في مكان الوزير الاول ما يحكم معي حتى حد. حب من حب وكره من كره، حب من حب وكره من كره، حب من حب وكره من كره. Monsieur Hallyday. فما من يدعي وان الدستور معناها المجلس الوطني يعني عنده السياده، ينجم يعمل كل شيء. مش صحيح. ينجم يعمل كل شيء في ضبط الدستور. اما ما زاد على ذلك ما عندوش سياده في هذا. ممكن يقع الانتخاب لمده سنه ولي يعني تحرير الدستور. هذه وظيفه. والمجلس التاسيسي سيد الموقف، يقرر ما يريد، يعني سلطته غير محدده. وهذا المجلس التاسيسي يعني عنده الصلاحيه الكافيه والتامه والشرعيه التامه، باش يكون عنده شرعيه حقيقه باش يدبر شؤون البلاد، ولربما يختار رئيس ويختار حكومه ترجع المياه الى مجريها. Et enfin, le poisson d'avril le plus vache en ce 2 avril, mesdames et messieurs. ما عنديش خلفيات أنا شوية مستقل الرأي، هكا خلقني ربي. شنو نعمل؟ الصدق في القول والإخلاص في العمل. ترى أنا ما عنديش لغتين، ثم ناس عندهم لغتين، أما أنا ما عنديش لغتين، عندي لغة واحدة.